إطار الأنشطة العلمية التي تنظمها شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير مجموعة الأبحاث غاريغ، تم تنظيم المؤتمر الدولي حول الصناعة البحرية والأحواض المائية. من خلاله تطرقنا اليوم إلى المحور فيما يخص الاستراتيجيات والسياسات الصناعة البحرية، كذلك ما هي الإكراهات وما هي سبل تحقيق الأهداف والوسائل التي يمكن تدبيرها واتخاذها في هذا الصدد. كانت المشاركة لأساتذة وباحثين من عدة مؤسسات من مختلف الجامعات ومؤسسات الأبحاث بالمغرب. يمكن على سبيل الذكر جامعة الحسن الأول بوجدة، وكذلك المدرسة الوطنية للتدبير والتجارة بطنجة، كذلك مشاركة المؤسسة الوطنية للأبحاث البحرية، كذلك متدخلين من كليات متعددة التخصصات بأسفي. تخص المحاور التي سوف نتطرق إليها غدا إن شاء الله. اليوم الثاني سوف تتمحور حول كيفية ترشيد استعمال الموارد البحرية، وكذلك سبل التسيير المعقلا للمقاولات. فمسألة الجودة في المثال، مسألة حماية البيئة، مسألة السلامة والصحة بالعمل، خاصة في الوحدات التي تحول الثروات السمكية. كذلك سوف نتطرق إلى كيفية ترشيد خلق القيمة المضافة، لا شين دو لا فالور، كيف يتم ترشيدها على جميع المستويات، لأنه هذا واحد المسار اللي هو مندمج، بحيث لا نقطة معينة كان هناك مشكل سوف يكون عنده العواقب من خلال المراحل الأخرى. كذلك تم اليوم تكريم أحد رموز الصناعة السمكية والصيد البحري بأسفي وعلى الصعيد الوطني، وهو المرحوم الحاج عبيد، الذي يعتبر قدوة في هذا المجال، الذي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المبادئ والقيم التي كان يروجها المرحوم، ومن خلاله كيف يمكن أن يستفيدوا منها كمرجع للطلبة والباحثين. تم تنظيم هذا المؤتمر الدولي بشراكة مع مجموعة الأبحاث بكلية الحقوق بمراكش بنريد، وكذلك المنتدى الاقتصاديين بالمغرب، فوروم ديز ايكونوميست ماروكان. كانت مشاركة من جميع من مختلف المؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي. ينتظر من هذا الملتقى أن نخرج بمقتضيات وكذلك بتوصيات من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني. وشكرا.